بتصلي التراويح بجسمك بس عقلك في حتة تانية خالص. حاسس إنك بتأدي واجب تقيل وعايز تخلص بسرعة عشان تلحق اللي وراك. أصعب إحساس هو إن الصلاة تتحول لمجرد روتين أو حركات رياضية بنعملها من غير روح. بنخلص الصلاة وإحنا لسه مضغوطين وقلبنا لسه شايل الهم، لأن العبادة من غير عقيدة وحضور قلب بتبقى مجرد مجهود بدني ما بيسيبش أثر حقيقي جوه. في كتالوج أمنية بنتعلم إن السر هو الاستحضار. اعتبر السجادة دي هي المكان الوحيد اللي مسموح لك فيه ترمي حملك وتحكي كل هموم ومشاكل اليوم. الصلاة مش حمل عليك لازم تخلصه، دي حمل بتشيله من على كتافك وتسيبه بين ايدين ربنا. لما تسجد ما تفكرش في الدنيا، فكر بس في الجملة دي: يا رب طبطب على قلبي وطمنه. استشعر ان ملك الملوك بجلاله فاتح لك بابه دلوقتي وانت واقف بين ايديه. فسيب كل احزانك على السجادة وقوم وانت صافي وخفيف. صلي عشان ترتاح بيها مش عشان ترتاح منها. ولو محتاج رسالة دافية تطمن قلبك كل يوم، تابعنا.